بعد السلام والتحية، معاكم دعاء فتحي لفرش منزل الزوجية بلمسة عصرية. والنهاردة معاكم شقة عروستنا النهاردة من نبارو. طبعا نبارو غنية عن التعريف. أول ما ندخل من باب شقة عروستنا كالعادة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك للعروسين يا رب، ربنا يسعدهم ويهنيهم بكل شبر في بيتهم. دعواتكم ليهم من كل قلبكم وقولوا اللهم امين. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. شقة عروستنا النهاردة مختلفة تماما. بحب جدا الشقق اللي بتكون مختلفة عن التقليدي لأن بتدينا أفكار جديدة. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أول ما دخلنا موجود علينا عندنا ركنة كده بشكل مجلس كبير، لأن ما شاء الله هم ناس كلهم ذوق وأكيد ضيوفهم كتير، فعشان كده عملوا المجلس الكبير ده مش حكاية ليفينج بس. ده شكل كده الجيبسن بورد وفيه إضاءة بروفايل ليد غير الاسبوتات. وهنا كده دي الشاشة ووراها بديل رخام وبديل خشب وبرده داخل معاها البروفايل ليد، فعاطي شكل شياكة وأناقة جامد جدا ما شاء الله. أما هنا دي ترابيزة الشاشة، حطيت عليها الكريستالات القمر دي الشمعدان. وهنا كده الجزء التاني من الشقة موجود فيه الصالون وموجود فيه النيش، وبيوزع بقى على باقي الغرف. أول غرفة معانا وهي أول غرفة كده واضحة من الريسبشن. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب، ربنا يسعدهم ويهنيهم ببيتهم ويرزقهم إن شاء الله فيه الذرية الصالحة. الغرفة واسعة جدا اللهم بارك، والتوزيعة بتاعتها مريحة وفيها مسار للحركة. فيها لو عايزين يجيبوا كمان كنبة أو شезلونج براحتهم يقعدوا عليه أو كده. هنا شكل الغرفة، وعايزة اقول لكم ان الدولاب هنا كان مقاسه مختلف زي مقاس الدراسنج روم بالظبط. عارفين لما بيبقى عاملين اوضه لللبس، ده الدولاب ده كانه اوضه لللبس كده في نفسه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. هنا كده شكل التسريحه والوان الغرفه كانت مختلفه. كان داخل لون اللي هو الأسطر البني ده مع اللون البترولي ده شويه او الكحلي او الازرق، ايا كان بقى الدرجه واصله معاكم لحد فين. بسم الله ما شاء الله. وهنا البنك ده المفروض ده بتاع الصالون اللي بره، بس هما جابوه هنا بحيث يبقى فيه مجلس كده قدام الشاشه بتاعت غرفه النوم لو حد يعني عايز يتفرج وهو قاعد مش وهو نايم. وهنا شكل السرير، وبرده السرير ما شاء الله كان مقاسه كبير ومفرش اللي عليه اكتر من رائع. وعايزه اقول لكم ان اذواق العروسه دي كانت اكتر من رائعه، وحماتها كانت مشتركه معاها في الذوق لان حماتها قريبتها، فكانت حد ذوق جدا جدا. ومن امهات العريس اللي بجد اكرمتنا اخر كرم بجد. يمكن انا نزلت الكرم بتاعها على الصفحه عندي اللي كانت عاملاه معانا، والله ربنا يجازيها عنا كل خير، وبجد تعبت نفسها جدا. وعايزه اقول لكم ان اخت العريس كانت تقريبا هي اللي شغاله بايديها واسنانها ايدي صوابعها العشر شمع علشان فرحه اخوها. بجد والله ما سابتناش لحظه، وقد ايه طلعت ونزلت كتير وقد ايه ان كانت بتحاول تساعد كتير. وبجد جزاها الله خيرا، وعقبال ما تشوفوا في ولادها يا رب اللهم امين. هنا كده ملابس العروسه الشتوي رصتولها في الرف الكبير اللي فوق ده، انتوا مش قادرين تتخيلوا مساحه الرف ده كبيره ازاي. وهنا كده اللبس الصيفي ورفايع كده من تحت، وهنا كده موجود بطانيه. واللبس المتعلق ده بيكون اللبس الخاص، وكالعاده مش بنصوره. ندخل على الجزء التاني من الدولاب. هو الدولاب كله كان ضرفتين، بس ضرفتين الله اكبر بمساحه دولاب، يعني الضرفه بمساحه دولاب اللهم بارك يا رب. فحطت لها من فوق كده الملايات بتاعت السرير الكبير، والالوان بتاعتها كانت راقيه وهاديه قوي. وحطيت هنا دول رفين دول للعريس لان قالوا لبسه كتير برضه عايزين يعملوا له رفين. فاحنا ظبطنا الدنيا لان اصلا كده كده الدولاب كبير جدا اللهم بارك يا رب. فاللي فوق دي كانت ملايات وكوفرتيات، وفي الجوانب كده بشاكير. وعملت لها رف فيه بطانيه برضو اسباني مع فوط للاستخدام. مامتها قالت لي مش حابه تطلع فوط كتير، هي لما تحتاج بعدين تطلع اللي هي عايزاه، فطلعي لها على قد استخدامها في الفتره الاولانيه فقط. وده اللي احنا عملناه. نخرج بقى على باقي تفاصيل شقة عروستنا ونقول بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ربنا يا رب يبارك لهم ويهنيهم في كل شبر في بيتهم يا رب اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. هنا كده موجود الجزامة. جزامة اتحطت في الجزئية دي لان طبعا شايفين ان الصالة كلها تقريبا كانت الركنة. وهنا كده كانت مقابل للصالون، والصالون هنا كان بشكل مستطيل، فالتوزيع بتاعته جت كده، زائد ان هم جايبين النيش الكبير اللي هو اكبر مقاس اللهم بارك يا رب. في العادي الناس بتجيب النيش اللي هو نص ده بالظبط. هو موضوع الاخشاب معاهم كان ما شاء الله كان واسع، ربنا يزيدهم ويبارك يا رب. حطيت هنا 2 كرسي فوتيه والكنبتين زي ما انتم شايفين. طبعا عشان اللي حكمني عمود كنت حاسه ان انا عايزه اشد الكنبه شويه، بس عشان العمود اللي في الجدار نفسه هو اللي حكمني اكتر.
وده شكل الكنبتين بتوع الصالون. وكان هنا عاملين بانوهات فيها شغل ستانلس كده ومتعلق فيها اباليك عاطية شكل جمالي جميل، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. والسجادة بتاعت الصالون كانت راقية وقيمة جدا، اللهم بارك يا رب. لو وصلتوا معايا من الفيديو لحد هنا ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركي في القناة لو انت مش مشتركة، وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد في شغل في شقق العرايس. وعاوزة تشجيع حلوة منكم كده عشان استمر في تنزيل الفيديوهات ان شاء الله، وما كسلش شوية. يعني بحاول ان انا اجتهد معاكم ان انا انزل لكم يعني كل اللي فات. فدعواتكم بقى ليا كده ان ربنا يديني الصحة اهم حاجة، وبعد كده ان احنا ننزل كل الشغل اللي كان فايتكم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنا تفصيلة النيش من جوه ساعدتني ان انا اعرف اقسم الحاجة كويس قوي، وكمان علشان الحاجة اللهم بارك كانت كتير. فكان فعلا محتاجة مساحة واسعة. دول لو على النيش الصغير كان استحالة ان نفس الاعداد دي تيجي في النيش الصغير اللي هو نص ده بالظبط. فوق هنا حطيت لها الطقم ده طقم شربات كده بكوبايات، وزعته كده بالشكل ده معاه، ووزعت معاه طقم كاسات لايق عليه جدا. بقيت احاول ان انا انسق الحاجات مع بعضها. هم اصلا كان ذوقهم راقي جدا 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 في الاختيارات، واظن ده واضح من غير كلامي ومن غير شهادتي يعني. بسم الله ما شاء الله. هنا كده حطيت لها القارورة دي بكاساتها، وجنبها قارورة تانية بكاساتها. لو عملت ماتشنج بس في بعض الكوبايات الشاي والمية اللي بعلي عليهم او بعمل عليهم الشكل الجمالي اللي في الاخر، نسبة وتناسب مش اكتر. وهنا كده حطيت لها طقم الجاتو، الاطباق الجاتو دي اللي من ورا، ومع طقم الخشاف ومع طقم الكاسات برضو كلهم تحس ان هما طقم واحد، بس كل طقم منهم كان منفرد. يعني كل طقم جاي لوحده، بس جمعتهم كده في رف مع بعض. وطبعا اللي بيختار شابولي اني عارف ينسق ده، والاذواق متقاربه لبعض بحيث ما يبقاش حاجه شاذه وكده. هنا جزء كده من الطقم الصيني عرضت منه الاساسيات والفناجين بتاعته وطقم الشاي. اما باقي الاطباق المكرره حطيتهم في الدرج زي ما انتم شايفين. وزي ما قلت لكم بقيت احاول بقدر الامكان ان احنا ما بينش كل اطباق الصيني في النيش رص اطباق ورا بعض تحسوها ان احنا في مطبخ، لا يعني نبين حاجات بسيطه وبعد كده الباقي في الادراج. والحمد لله الناس ثقافتها ابتدت تتقبل الموضوع ده. كان الناس الاول صعب عندهم ان في طبق يتدرى في درج يعني، بس في ناس دلوقتي الموضوع عندهم ما شاء الله بقى احسن بكتير. وده احسن وشكل ارق بكتير من ان كان الاطباق فوق بعض. الناحيه التانية من النيش حطيت لها هنا طقم الكاسات الشيك جدا جدا ده، الله اكبر بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وفي النص كده طقم كاسات، وفي الجوانب طقم كاسات تاني. يعني الرف اخد معايا 3 اطقم كاسات كريستال بسم الله ما شاء الله. وهنا حطيت قارورتين. هناك الناحيه التانية كنت حاطه قارورتين ذهبي، ودول كاروتين سيلفر، بحيث ان انا اخلي العين مرتاحه للي يبص على الرف ما يحسش ان في حاجه شاذه. وما حاولتش ان انا اكرر رصات، بحيث ان انتوا ما تحسوش ان النيش كله رتم وشكل واحد، لا تحسوا ان شايفين حاجه جديده. هنا بقى موجود معايا طقم الشاي والجاتوه القمر ده، وكان في طقم كاسات سبحان الله برضو لايق عليه فدخلته معاه. فبسم الله ما شاء الله بجد انا يعني دبت في حب النيش ده. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها ويبارك لها في حاجتها اللهم امين، وتتهنى بكل حاجتها هي وحارسها يا رب. هنا كده الطقم الاركوبال زي ما عملت في الصيني عملت في ده. حطيت هنا باقي منه في الادراج، وحطيت معاه كده طقم السمك. كان خلاص ما عادش له مكان في المطبخ والمطبخ كان كومبليت، قلت له تعالى جنب اخواتك في الدرج، وحطيته هنا في الدرج بتاع النيش. وبكده تكون النيش كامل خلص. اتمنى ان انا اشوف رايكم بقى فيه. عايزاكم بس تشوفوا بس من بره والتناسق. هنا وهنا في جاتوه، هنا في جاتوه، هنا في قرارات، هنا في قرارات، فوق كاسات يبقى قصاده فوق كاسات، تحت اطباق، وهكذا. بحب جدا جدا الرص بالرتم المتوازن للعين، اللي زي ما عينك اليمين شايفه زي ما عينك الشمال شايفه، فتحسي ان العين مرتاحه قوي يعني. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. هنا كده المطبخ والحمام، بس هنشوف مع بعض غرفة الأطفال الأول. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ألوانها كانت جميلة جدا جدا وهادية. وأكتر حاجة عجبتني الشقة دي المراوح، وهركز لكم عليها دلوقتي. كان كل غرفة فيها مروحة من اللي هي المراوح اللي هي متعلقة في الجدار دي، يعني ما كناش حاسين فيها بحر، اللهم بارك يا رب. ربنا يسعدهم ويهنيهم بكل حاجتهم. شكل النجفة هنا برضو كان مختلف، وكل غرفة كان شكل الجيبسن بورد فيها مختلف. ربنا يا رب يبارك لهم في بيتهم يا رب اللهم امين. هنا كده زي ما شفتوا سريرين الاطفال، وهنا كده ده شكل الدولاب، وجنب الدولاب كده في تربو قبل ما ندخل البلكونه.
تقدر تشيل بقى فيه أي حاجة هي حاباها سواء للغرفة أو سواء خزين أو أي حاجة بقى، هو كده متداري، دايمًا جنب الدولاب ده اللي بيتدرى فيه كل حاجة. بصوا لي بقى على رقة وجمال والخامات والألوان اللي العروسة كانت جايباها. هنا دول ملايات السراير الأطفال، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعًا مشينا بتدريج لون كالعادة، وانتوا اشدتوا بالموضوع ده بطريقة الرص دي، والحمد لله ان هي عجبتكم. بقالنا تقريبا سنة بنعملها فحلوة جدا. وهنا كده الفوط بتاعتها، وزي ما قلت لكم كان شايله لها الفوط الاستخدام الناحية التانية، فهي كانت معتدلة ما شاء الله في الفوط، وفوطها كانت رقيقة جدا وجميلة. حاولت ان انا اخلي نسبة وتناسب كده في رصة في الالوان وفي الاشكال. وهنا كده موجود معانا كوفرتيات زي ما واضح قدامكم، وتحت موجود معانا اللحاف الفايبر. كنت بحاول اوريكم كده ايه التزيين بتاعي اللي انا مزينبه. يعني انا هنا في لحاف فايبر وفي بطانية اسباني، فالاتنين حطيت عليهم استراس كده سيلفر. نطقهم قوي وشكلهم رقيق وجميل ولايق عليهم بصراحة. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الناحية التانية من الدولاب بسم الله ما شاء الله، اخر برضو معايا فرش كتير زي الحيفا وباقي المفارش القطيفة وباقي الدفايات وهكذا. من فوق كل اللي فوق دول دفايات بسم الله ما شاء الله، والتزيين بتاعهم كان بسيط برضو ورقيق. وهنا كده حطيت لها الجوبيرة دي لان هي بصراحة ما كانتش محتاجة يعني، بس حاولت ان انا اجتهد فيها لان وما اعملش حاجة اوفر يعني. وهنا كده باقي الدفايات زي ما واضح قدامكم، الاطفال بنحاول نبين ان هم اطفال لو عليهم رسمة، واللي مش عليه رسمة احنا بنرسمه بالمعنى الحرفي. زي كده الاستراس ده برضو انا اللي بضيفه. وفي النص دي مفرش قطيفة، واللي تحت دول الحافة فايبر اطفال، وفي النص كده دفايات برضو اطفال. اتمنى برضو تكون رصة الدولاب عجبكم. دايما تقولوا لي يا دعاء انت بالذات ما تسأليش عن شغلك عجبنا ولا لا، بس دايما بنحاول ان احنا نجتهد، وان دايما يعني اتطور في شغلي بتعليقاتكم والله، وان احنا ننول ارضاء الجميع وجميع الاذواق ان شاء الله. ندخل بقى على الحمام. هنا ده شكل الحمام زي ما انتم شايفين. علقنا لها الفوط بتاعة البرانس. البرنس عموما في الأغلب 90% بيجي معاه 4 فوط، فعلقناهم بالشكل ده وعلقنا البرانس. غير بقى ايه المنظفات والحاجات بتاعتها كانت في الوحدة اللي تحت الحوض. هنا واحنا داخلين المطبخ كده موجود معانا الترابيزة دي. قبل ما امشي كنت لقيت طبق فاكهة حطيته عليها في الآخر الترابيزة دي. وهنا موجود كرسيين كده للمطبخ، بحيث هم حابين يفطروا عليها وكده. هما كانوا جايبين اكتر من كرسي، بس قلت لهم كفايه 2 على قدهم بس في المطبخ عشان ما يعملش زحمه، والباقي في البلكونه طالما عليها ستاره. بسم الله ما شاء الله. هنا كده المطبخ ما شاء الله كان معمول الوحدات بتاعته للسقف، والالوان بتاعته وكل حاجه فيه كانت جميله اللهم بارك يا رب. هنا كده الرخامه حطيت كده طقم الشوربه ده بالستاند، بصراحه مش بحبه بره، بس عشان ما كانش ليه مكان جوه فعشان كده حطيته بره. لكن انا في العادي والله مش بحب احطه خالص على الرخامه، ببقى احب الرخامه هاديه ورايقه كده. وهنا كده البوتاجاز زي ما انتم شايفين. على الجنب اليمين منه طقم التوزيع، وعلى الشمال طقم التوابل. ده شكل البوتاجاز بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والعلم البوتاجاز نوعه فريش. انا حبيت بس ان انا اوريلكوا شكله لان انا كنت قافلاه. وهنا كده طقم التوابل، وراه طقم صواني تقديم. وهنا كده الجزء بتاع الكوفي كورنر في الكاتل بقى، وفي طقم للقهوة، ستاند للقهوة وستاند للمجات الشاي او النسكافيه او كده. وهنا برضو كملت الجزء ده يبقى تبع الكوفي كورنر. هنا كده زي ما انتم شايفين اول ما دخلنا موجود التلاجة وجنبها النيش، وجنبها كده الفرن والميكروويف. ان شاء الله الفرن نوعه فريش وفرن كبير ومحترم يعني اللهم بارك. ده شكل المطبخ من فوق، شكل التلاجة. نفتح اول واحدة معانا وهي النيش. نيش دايما بنخلي فيه الكاسات التقديم والحاجات اللي بتحتاجها للضيوف في البداية، وحاجات استخدامها برضو، بس اغلب الوقت بيكون كاسات، وبنكمل عليهم بكوبايات لو مساحته كبيرة يعني. بس هو ما شاء الله هنا لما عدد من الكاسات كويس جدا. وهنا برضو كان كاسات كده مع طقم شاي. اما تحت بقى حطينا استندات اطقم الشاي دي وطقم الجيلي علشان ما اعملش زحمه على الرخامه بره. وبرضو شكلهم باين هنا في النيش، شكلهم لطيف جدا. هنا الوحده دي كانت عميقه وعاليه، حطيت فيها المفرمه والعجان لان دول اكتر حاجه بيحتاجوا وحده تكون واسعه. وهنا من تحت كده حطيت لها طقمين حلال، كل رف فيه طقم التيفال والطقم الاستانلس. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك.
هنا كده الطقم الاستانلس بمشتملاته. واللي بعد كده الطاسات والصواني، عملت الطاسات في رف والصواني بتاعه الفرن في رف، وهما برضو المكان ده قريب جدا للبوتاجاز. وبحس ان الرصه دي للصواني مش للطاسات عموما مش بتجرحها، وبتكون عمليه وسلسه في الاستخدام، وقريبه جدا عموما. كمان الرف اللي بنختاره ليها يكون قريب للبوتاجاز. وهنا الادراج طبعا فيها الرفايع كالعاده، وكل درج مقسم على حسب الفئه اللي فيه. اما هنا حطيت لها البلاستيك، علب البلاستيك واطباق البلاستيك من تحت زي ما واضح قدام حضراتكم، اللي هي اطباق غسيل الفاكهه والخضار وهكذا. طبعا لما بيكون المطبخ واسع بقدر ان انا اعمل الاطباق اللي هي الميلامين والبلاستيك دي وحده. لما بيكون للاسف المطبخ صغير شويه، يعني بنحاول نستغل الوحده اللي تحت الحوض بحيث ان احنا نلاقي مكان تحته قريب لايديها يعني. هنا بقى حطيت لها الاجهزه الاساسيه. طبعا انتوا حفظتوا تقريبا بتسمعوا معايا خلاط وكبه وهاند بلندر، دول اكتر حاجه اساسيه بنستخدمها يعني تقريبا بشكل يومي. اما فوق بقى لو في حاجه مكرره، حاجات مش بتستخدم الا فين وفين، برفعها لفوق. والجزئيه دي بما ان احنا في الناحيه دي ناحيه الكوفي كورنر زي ما شرحت لكم، فخليت فيها الكوبايات بقى والمجات وكل الحاجات اللي ليها علاقه بالكوفي كورنر. اما الجزئيه دي هي اختارتها برضو تكون للخزين، تكون جنب ايديها. دايما في الخزين بحب اسال العروسه بعد ما اقسم اساسيات المطبخ انت عايزه اي وحده، فالحمد لله الوحده دي بتكون قريبه لايديها وكويسه وتقدر تجيب منها الحاجه. اما هنا كده حطينا كده استند شوربه مع تحت كده طقمين حلل غرف، استانلس وصاج. دول لما بيبقى فيه بواقي طعام هتتشال في التلاجة او كده، فدي حلل وبرضه بتسخن عليها على البوتاجاز عادي. هنا بقى الزاوية دي ما شاء الله كانت واسعة، فاخدت معايا طقمين. اخدت طقمين كده بيكون حلالهم كبيرة زي الطقم الجرانيت، وبرضه هي لو حابة تستخدمه تحته قريب لايديها جدا. واللي فوق ده طقم صاج. هنا بقى موجود معانا الكوبايات الشاي والمية. عموما هي الوحدة دي كاملة كانت على بعضها كوبايات زي ما انتم شايفين وكاسات، اللي هو تكملة باقي النيش بقى. وهنا كده الطقم العشاء. طقم العشاء ده هو ده مسماه، لكن هو بيتفطر فيه يا جماعة وبيتغدى فيه وبيتعشى فيه، بس هما بيقولوا عليه عشاء عشان طقم خفيف مش طقم كبير، مفيش فيه رفايع كتير زيادة عن اللزوم يعني. هنا بسم الله ما شاء الله دي كانت يعتبر اول واحده بقى في المطبخ جنب المطبقيه على طول. حطينا هنا الطقم الاركوبايركس، ومن تحت الطقم الميلامين. بخلي الميلامين هو اللي قريب لايديها، بحيث لو هي خايفه تكسر اي اطباق يبقى تاخد من الميلامين لحد ما تظبط ايديها، وبعد كده عادي تستخدم بقى من الاطباق التانية البورسلين عادي. فوقنا بقى الحاجات اللي هي بتاعت رحلات وطواجن، فخار وبايركس قالوا مش هتستخدمها دلوقتي، فاحنا طبعا بنسأل في البداية. والألمونيوم مفيش عروسة هيبقى عندها جرانيت وتيفال وتروح تشتغل في الألمونيوم وتحب تقعد تدعك وتغسل يعني. فالباقي كله كده زي ما انتم شايفين في الوحدات اللي فوق دي نفعتنا في الحاجات اللي زي كده. وده شكل الوحدات وهي مقفولة. ده بيبقى زي وحدات بلاكار كده، بتنفع جدا في الحاجات لو عروسة عندها حاجات زيادة أو كده، بالذات المناطق الأرياف. في ناس بيجيبوا ما شاء الله عشان بيجيبوا حاجات كتير. وهنا تكون جولتنا في شقة عروستنا النهاردة خلصت. اتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وانتظروني فيديو جديد وشقة عروسة جديدة. اشوفكم على خير، مع السلامة.